اهلا بيكم في فورمات جديده جدا. يلا نبدا. اهلا بيكم في اول حلقه من البودكاست بتاعنا. البودكاست ده مش هيكون فيه اديتس، هكون بس بتكلم وفي اسئله كتيره هنعرف نجاوب عليها في الحلقه بتاعتنا. دي اول مره هنعمل الموضوع ده، فاتمنى ان الفورمات دي تعجبكم وان انتوا تحبوا ان انتوا تتفرجوا على حاجه بالستايل ده. هكون اعتبرني قاعد بتكلم معاك وانت قاعد بتشتغل او انت بتعمل حاجه. مش مهم خالص انت حتى تبقى بتتفرج على الفيديو، هو مجرد الكلام تبقى سامعه في الباك جراوند. وده زي حوار ما بين اتنين اصحاب في نفس المجال، بيدردشوا وبيجاوبوا على اسئله وبيفكروا فيها. كل الاسئله اللي هطرحها في الحلقات بتاعتي وهبقى بجاوب عليها، عايزك انت تكتب اجاباتك تحت في الكومنتس. خلي الموضوع ما يبقاش من اتجاه واحد، لا انا عايز اي حد بيتفرج، وانا عارف ان مش هيبقى في ناس كتيره بتتفرج على الحلقه دي بالذات. عايزكم تبقوا بتجاوبوا وبتكتبوا وبتقولوا رأيكم في الكومنتس، وكمان الحلقات الجاية هنبقى بنرد على الردود دي، وخصوصا لو في حاجات بتصلح عن أخطاء الواحد عملها أو قالها، لأن مفيش حد ما بيغلطش، أو بتضيف للمعلومات اللي احنا قلناها معلومات تانية أهم محتاجين إن احنا نذكرها ونسيناها. أنا حضرت كذا موضوع ممكن نتكلم عليه، بس الأول عايز أعرفكم على البودكاست بتاعنا. البودكاست بتاعنا اسمه ذا بالزي إيه، لأن يعني ده الطبيعي بتاعنا هنا في مصر، خصوصا في النطق الكلمة ذا. فذا ديزاينر بودكاست أو ذا ديزاينر كاست، لسه الموضوع مش متحدد، أكيد هتشوفوه على اللوجو اللي في أول البرنامج ده. ولكن الهدف منه إن هو يبقى دردشة، سواء أنا بجاوب على أسئلة أو على حاجات أنا محضرها في كل حلقة، أو أنت تكون بتسألني حاجات معينة وبرد عليها، أو هيبقى فيه ضيف وناس موجودة معانا. وممكن كمان في دماغي إن الموضوع ده يبقى فيه هوست، في حد تاني موجود وبندردش مع بعض، عشان ما يبقاش فاردي قوي، ما تحسش إن الموضوع ممل إن أنت قاعد بتسمعني. لا أنا عايز حد يبقى موجود، سواء موجود معايا هنا في الاستوديو أو حد على زوم كول، وفي أسئلة وإجابات بنفكر فيها مع بعض، بحيث إن الموضوع يبقى فيه الرأي والرأي الآخر. غير كده الموضوع كله مبني ليك أنت كديزاينر، إن يبقى فيه حاجة مخصصة لك ودردشة تهمك أنت في مواضيع بتهمك أنت، بإجابات تهمك أنت. فمن غير ما أطول عليك المقدمة، أحسن طريقة إن أنا أعرفك على البودكاست بتاعنا ده إن أنا ندخل في أول سؤال ونبتدي نجاوب عليه. وما تنساش تعمل سبسكرايب للفيديو بقى، احنا اتعودنا خلاص، ما تبقاش من الناس اللي مش عامله سبسكرايب، دي الموضوع ده بيضايق قوي، عشان يجي لك كل ما انزل فيديو جديد. وبالمره اعمل لايك يا عم، اعمل لايك الفيديو، متعوب عليه، انا قاعد بتكلم بقالي ساعتين. ولو عندك اي اسئله حطها لي في الكومنتس تحت. ايه هو الديزاينر؟ الديزاينر ده كان دايما في مخيلتي شخص بيعمل حاجات كتيره، والخصائص بتاعته متعدده بتخليه بيعرف يدخل في مجالات مختلفه. مش اي حد بيتعلم فوتوشوب يبقى ديزاينر، لان أول حاجة محتاجين يعني زي ما تقول كده نعمل عليها خط أحمر ونسكراتش ونلغيها خالص، فكرة إن الديزاينر هو السوفت وير اللي اتعلمه. لأن أنت ممكن تعمل أي حاجة أنت عايز تعملها بأي سوفت وير أنت بتعرف تستعمله، أو تدور على حاجة وفي خلال نص ساعة تعرف تعملها بسوفت وير جديد. فالموضوع مش مرتبط خالص بإيه البرنامج اللي أنت اتعلمته أو بتشتغل عليه. الموضوع مرتبط أكتر بإيه طريقة التفكير بتاعتك والمهارات اللي عندك اللي عرفت تكرسها إن أنت تعمل حاجة مميزة، بتحل مشكلة معينة أو بتسيرف وبتأدي غرض معين. الغرض ده ممكن يبقى إعلان لتسويق عايز شكل كويس ليه، حاجة المنتج بتعرضه بطريقة تشد انتباه العميل، صفحة علشان تبيع منتجات وتعرض التفاصيل بتاعتها، ابليكيشن علشان المستخدم يستخدمه في حل مشكلة عنده أو إن هو ياخد خدمة معينة. الناتج بتاع الديزاينر حاجات مختلفة جدا، ولكن اللي بيربط كل الديزاينرز مع بعض هو thinking behind it، طريقة التفكير اللي ورا إن أنت تعمل الحاجة دي. هتلاقي دايما إن الديزاينر بيفكر بكذا مرحلة. المرحلة الأولى بتبقى أنا هعمل إيه، فده اللي بيفورمات أو يعني زي بيحدد الفورمات بتاعت الحاجة اللي هتعملها. أنا هعمل ديزاين، أنا هعمل بوست، أنا هعمل فيديو، أنا هعمل أيا كان. فأنا كديزاينر هبتدي أحط النقط على الحروف، إن أنا عارف الحاجة اللي أعملها دي إيه، وبعد كده الهدف منها إيه. أنا عايز أوصل رسالة كذا، أنا عايز أوصل معلومة كذا، أيا كان. بعد كده النقطة اللي بتربط أغلب الديزاينرز بتبقى البراندنج، الحاجة بقى، الهوية البصرية بتاعت المكان اللي أنا بعمله الحاجة دي، أو لو بعملها لنفسي الهوية البصرية بتاعتي، اللي هي الطريقة اللي العميل أو الحد اللي بيشوف الديزاين بتاعي بيعرف إن الديزاين ده ليه علاقة بالبراند دي. بعد كده بتيجي الخطوات بتاعت الموضوع. أنا هعمل كالر باليت معينة بتربط كل الاليمنتس والحاجات اللي في
الديزاين بتاعي بشكل متناسق فيبقى شكله كويس جدا. والخطوات دي هي اللي بتربط كل الديزاينرز مع بعض. ولكن أنا بفكر في الديزاينر بطريقة مختلفة جدا. الديزاينر ده بالنسبة لي هو حد بيحل مشكلة، فبيبقى أقرب إن هو مهندس، لأن engineering عبارة عن ديزاين في آخر اليوم، ولكن حل مشاكل بالديزاين، ولكن مش مجرد فنان. الفنان هو شخص الارتست اللي بيرسم، اللي بيعمل حاجة بتحرك فيك مشاعر. لكن الديزاينر بيعمل ديزاين بيحل مشكلة. المشكلة دي مش لازم تكون مشكلة عندك كشخص، المشكلة دي مشكلة تواصل ما بين البراند والكاستمر بتاعها أو الزبون بتاعها. فلو بصينا لها من الناحية دي هتلاقي إن أنت قيمتك كديزاينر أعلى بكتير جدا من اللي السوق بيقوله لك. مشكلة الديزاينرز عندنا في المجتمع بتاعنا إن هو بيبقى زي ما تقول كده مولود بإمبوستر سيندروم، أو عنده الفوبيا بتاعت إن أنا مش كويس كفاية. ودي الحاجة اللي مجرد ما بتحلها تتخلص منها بتبتدي فعلا تشوف البوتنشال بتاعك، تشوف اللي أنت ممكن فعلا تعمله واللي ممكن توصله. لأن أنت لازم تبقى عارف إن مفيش حد بيتولد عارف الحاجة، ومفيش حد بيبقى ممتاز في الحاجة في يوم وليلة. الموضوع بيجي من ان انت بتجرب كتير وبتغلط كتير. فاستعجالك ان انا ابقى الشخص الجامد عشان اقول ان انا جامد هو اللي بيأخرك ان انت توصل للمرحلة دي. اكتر حاجة بتساعدك، وده من تجربة شخصية، ان انا قعدت سنين كتيرة، ممكن اول 3 سنين في حياتي المهنية كديزاينر، ان انا مش متأكد اصلا انا ديزاينر ولا لا، هو انا بحب المجال ده ولا لا. انا كده بدخل على فري بيك واشوف حاجات، وبشوف دايما انسبيريشن، مش بطلع فكرة من الصفر عندي. فده كله كان بيخليني أبقى شاكك في نفسي. دي طريقة التفكير بتاعتي وقتها. ولكن اللي اكتشفته إن كل الناس بتبقى كده، وخصوصا في الأول، لحد ما بيبقى عنده الشجاعة بتاعت إن هو فعلا يعمل الحاجة وتطلع غلط، ويعملها كتير، ويتفرج على أمثلة كتيرة. اكشلي الموضوع ما كانش تقليد، الموضوع كان تدريب بتاعك كديزاينر، إن أنت تشوف أشكال كتيرة جدا للحاجة، فتعرف ستايلات مختلفة، وتبتدي أنت تجرب بطريقتك. وده أظن التعريف بتاعي للديزاينر. الامبوستر سيندروم والثقة هم حاجتين عكس بعض، ولكن في الحالة دي هي الطبيعة بتاعتك امبوستر سيندروم، أو إن أنت حاسس إن أنت امبوستر ومش حد أصلا تستحق تبقى في المكان ده، بيخليك تاخد فلوس أقل، بيخليك ما تبقاش واثق من نفسك وأنت بتطلب فلوسك. لما بتكتسب الثقة بعد كده بتعرف إن حتى لو أنا الشغل بتاعي 50% مش أجمل ديزاينر في العالم، ولكن ستيل أنا بحط فيه مجهود وبحط وقت واتعلمت علشان أعرف أعمل اللي أنا بعمله ده. فالكلاينت بتاعي محتاج يقدر ده بفلوس. أنا مش محتاج أقنعه إن أنا أحسن واحد في العالم، لأنه مش عايز يدفع أعلى فلوس في العالم، هو عايز ياخد حاجة بسعر متوسط، فأنا بقدمها بسعر متوسط. لما بكبر في مجالي وببقى أحسن واحد في العالم، ساعتها الامبوستر سيندروم ده مش بيكون موجود، لأن أنا ببقى حاطط أصلا سعر عالي، لأن أنا عارف وواثق من مهاراتي. فالثقة وامبوستر سيندروم هنعمل عنها حلقة كاملة تانية، ولكن حبيت ان انا اربطها بالمفهوم بتاع الديزاينر، لان هو ده اغلب الحاجات اللي بشوفها سواء من الكومنتس بتاعت الناس او لما ببقى في ايفنت وبتكلم، بيبقى دايما رد الناس وتعليقهم على المشكلة دي، وبيبقى عندهم الكونسيرن ده. بعد كده عايز اكلمكم شوية عن احسن ديزاينرز انا اعرفهم، شفتهم، شفت الشغل بتاعهم، اتعاملت معاه، واظن انتوا عارفين اغلبهم. من احسن ديزاينرز اللي انا شفت الشغل بتاعهم كان حد زي ستيف ووزنياك، ستيف جوبز. التركيبة بتاعتهم الشغل بتاعهم، جوبز كان ماركتير أكتر، ووزنياك كان الانجينير والديزاينر أكتر. ولكن عموما النواتج بتاعت الاتنين دول وهم شغالين مع بعض كانت من الحاجات اللي مبهرة جدا. الطريقة اللي بيقدروا يعملوا حل كامل لمشكلة محددة، ويقدموا منتج تحس إن هو من الآخر كده مصروف عليه، فتعرف هم يعرفوا يبيعوه بالسعر اللي بالنسبة لهم يبقى مربح كفاية، ويبقوا في قمة الماركت بتاعهم، وانت كالمستخدم تبقى بتدفع الفلوس وانت واثق ان انت بتاخد احسن منتج موجود في الماركت. التركيبة دي كانت مبهرة جدا بالنسبة لي، وهي اللي خلتني عامة يعني اتحمس للمجال بتاع الديزاين. غير التركيبة دي، او ممكن كمان من تفاصيل التركيبة دي والنواتج بتاعتهم، كان الشغل بتاعهم دايما بيسبب انبهار كده للواحد. بتشوف ازاي الابل ايباد لما طلع، او خلينا نقول ماك بوك اير لما طلع وكان رفيع جدا، وترجع قبلها ب20 و40 سنة لشكل الكمبيوتر، وتعرف ان الموضوع ما جاش في يوم وليلة،
ده جه في 40 سنة حرفيا علشان تنتقل من الحجم ده للحجم ده لللابتوب، وإن كل الكومبوننتس اللي كانت موجودة في الجهاز العملاق والضخم اللي بياخد مساحة كبيرة على المكتب بتاعك تقدر في الآخر تتضغط لمنتج يتحط في جواب أو في ظرف زي ما هو عرضها على الستيج ساعتها. الموضوع كان مبهر جدا، الموضوع خلى الواحد متحمس جدا للديزاين وعايز يعرف يعمل حاجة زي كده. طبعا ده مجال برودكت ديزاين، ولكن في الأول وفي الآخر أنت كديزاينر هو دي قدرتك، إنك تتخيل مستقبل أحسن، تتخيل شكل أحسن، تتخيل حاجة أحسن من نفس المنتج، من نفس الحاجة اللي موجودة. في مقولة مشهورة بتقول لك first draft always sucks. الدرافت الأولى من أي شغل دايما بتبقى زبالة، لأن لما بتفكر بالطريقة دي ما بتبقاش بتاخد وقت كتير في إن أنت تطلع أول نسخة، أول تجربة، أول درافت، لأنك عارف إن هي تبقى وحشة، فما بتبقاش مقلق نفسك وحاطط عليها بريشر كبير. وبعد كده ده بيديك روم إنك تعمل أول نسخة بسرعة ما تاخدش فيها وقت كتير وتعرف تحسن عليها، لأنك عارف إن هي وحشة. وكمان تاني درافت عارف إن هي مش كويسة قوي، ولكن عملت شوية تحسينات على النسخة الأولى اللي كانت وحشة جدا. كذلك في النسخة الثالثة والرابعة لحد ما توصل للحاجة المبهرة جدا لدرجة إن هي تبقى كويسة. وحتى لما بتوصل للنقطة دي بيبقى فيه روم إن أنت تعمل حاجة أحسن. عشان كده البرودكت ديفلوبمنت سايكل، الدايرة بتاعة تطوير منتج أو ديزاين عمرها ما بتخلص. مجرد ما توصل لنتيجة في الآخر بترجع للستيب الأولى وتبدأ تاني تطور من الصفر. وما تنساش تعمل سبسكرايب للفيديو بقى، احنا اتعودنا خلاص، ما تبقاش من الناس اللي مش عامله سبسكرايب، دي الموضوع ده بيضايق قوي، عشان يجي لك كل ما انزل فيديو جديد. وبالمره اعمل لايك يا عم، اعمل لايك الفيديو متعوب عليه، انا قاعد بتكلم بقالي ساعتين. ولو عندك اي رساله حطها لي في الكومنتس تحت. في النقطه دي بقى انا عايز اتكلم عن المحتوى العربي والتصميم. انا واحد كنت دايما من ساعه ما بدات حتى بتعلم بالانجليزي في الفيديوهات اللي على يوتيوب وكده، اشوف الفيديوهات اللي بالانجليزي لان كان دايما المحتوى بتاعهم متعمق اكتر، كواليتي اعلى وكميه اكبر، وانا كنت بحب ان انا اتفرج على المحتوى ده. ولكن لاحظت حتى مؤخرا الواحد لما ابتدى يطلع لي في ريكومندد عندي، لان المحتوى بتاعي له علاقه بالتصميم، ناس بتعمل محتوى في التصميم، ودي حاجه انا متحمس ليها جدا وابتديت اتفرج عليها. كواليتي بصراحه كويسه جدا، كنت اتمنى ان هي تكون موجوده من 5 و6 سنين لما الواحد كان لسه بيتعلم من الكونتنت اللي على يوتيوب. ولكن انا متحمس للكونتنت ده، سواء ان انا اتفرج عليه او ان انتوا تتفرجوا عليه، وكمان ان انا اعمل محتوى يكون من ضمنه، لان دي حاجه بالنسبه لي مشرفه جدا. واتمنى ان انا في فرصه ما في المستقبل ابتدي اتواصل مع بيعملوا المحتوى ده ونعمل حاجات يبقى فيها فايده دايما ليكم انتوا. الموضوع كله بالنسبه لي كان مبني على ان احنا في نظره كده وحشه لينا من العالم كله، مش بتحترم الديزاينر المصري او عامه العامل المصري، لان التسويق بتاعنا كقوه بشريه مش احسن حاجه، دايما سمعتنا وحشه بره. ببص دايما للهنود ان هم قدوه في الحته دي، هم عرفوا يعملوا لنفسهم براند قويه جدا وكويسه جدا، وشدد ناس كتير ليهم وخلت ان ما يبقاش في اي ربط سيء ليهم. الاكسنت بتاعتهم مش كويسه، يعني مش احنا كمصريين اللي نحكم، بس انا قصدي على السمعه بتاعت العالم عن الاكسنت بتاعتهم. ولكن هو برضو في الاول وفي الاخر ما هوش جايبك عشان الاكسنت بتاعتك، يعني هو مش هيقعد يخليك تقعد تكلمه او هيسجلك فيديو، هو عايزك تعمل شغل. طالما انت فاهم وهو فاهمك ما عنديش مشكله في الحته دي. الفكره اللي كانت دايما بتربط الواحد في الحته دي انك طب هم عرفوا يعملوا نفسهم سمعه ان هم ناس بتوع شغل، من الاخر كده بيدوسوا في اي حاجه بيتعلموها وبيبقوا من احسن الناس فيها. ليه احنا ما نعملش نفسنا نفس السمعه دي؟ البدايه بتاعت الموضوع كانت المحتوى، لازم نعمل محتوى يكون بيعرف كل الناس اللي عندنا وبيعلمهم المجالات المهمه دي. والناس اللي عندنا من الاخر ما تستعجلش، ما تبقاش عايزه تجيب الفلوس وخلاص، لا، تقدم خدمه بقيمه عاليه علشان تعرف تنافس في الاسواق دي. وده بيسامرايز او بيلخص نظرتي لحته النظره بتاعت العالم لينا. ولكن اتمنى ان احنا نفكر في الموضوع ده كتير، احنا ليه ما نعملش حاجه بتاعتنا تكون بتسوق لينا، زي مثلا اللي حصل مع الافتتاح بتاع الجراند ايجيبشن ميوزيوم او اللي هو المتحف المصري الكبير، ونقل المومياوات اللي احنا عملناه والعرض اللي عملناه للعالم كله. ليه ما نعملش حاجه تسوق لنا بالطريقه دي؟ الموضوع ده هيجيب لنا عائد كبير جدا، غير فكره مجرد ان هو منظره. على الاقل ساعتها انا مش بقول للناس احنا بلد الحضاره، لا، انا بقول ان احنا عندنا مهارات كبيره في المجالات اللي في العالم كله دلوقتي تاخد مرتبات عاليه جدا، بتجيب دخل عالي جدا، والطلب عليها عالي جدا.
الديزاينر في امريكا لان هم عندهم الكوست اوف ليفنج او يعني التكاليف بتاعه الحياه عاليه جدا، فاي حد المرتب بتاعه بيبتدي من رقم عالي. الرقم ده بالنسبه لنا اضعاف مضاعفه من اخر مرتب ممكن توصله في حياتك المهنيه. فليه احنا ما نسواش لنفسنا ان احنا من بلدنا نقدر نشتغل عندكم ونديكم نفس الكواليتي ولكن بتكلفه اقل؟ لان لما اقترحت الاقتراح ده على معالي وزير التربيه والتعليم وعلى ناس كتيره، الرد كان دايما طب ما تشوف شركه، اعمل شركه تعهيد. الشركه دي اللي هي من الاخر بتعين الناس هنا وبتشغلهم مع كلاينتس بره. والشركات دي موجود منها كتير جدا، منهم اللي كويس منهم اللي وحش جدا وسمعته زي الزفت. ولكن ليه احنا كفريلانسرز ما نتعلمش حاجه زي كده؟ ليه ما يتسوق لناش كفريلانسرز مش كشركه تعهيد او كشركه ببراند معينه تتزق؟ لا، هو الناس بره بيفضلوا ان هو يعين فريلانسر. ليه ما نعملهمش بروجرام بس بيدخلهم ويمرنهم ويسوق لهم في الشركات دي ويجيب لهم وظائف من غير ما ياخد نسبة أو من غير ما يقص عليهم في الفلوس ويقبضهم بالمصري؟ لا، يديلهم الفرصة الكاملة ويعرف إن الفلوس دي بتيجي للاقتصاد بتاع بلدك. الشخص ده هيفكها بالجنيه المصري وهيصرفها في السوق أو حتى هيدخلها كدولار عندك في مصر ويعلي قيمتك وفي الموارد بتاعتك من العملة اللي كانت عاملة لنا أزمة في السنتين اللي فاتوا. كل الحاجات دي مش محتاجين إحنا نعمل الحل اللي يكسبنا بنسبة 100%. محتاجين نعمل الحل اللي يفيد الناس، والناس في العائد مش هتعمل المشكلة اللي بتخسر الدولة. ده فكرة عامة وممكن نعمل فيديو كامل أو بودكاست كامل حلقة عن الموضوع ده. ولكن الواحد كان دايما بيفكر في الحتة دي ويتمنى إن هو يزق في أي اتجاه يساعد البلد كلها، لأن إحنا عندنا 100 مليون واحد، 100 مليون عامل يقدر يقدم كواليتي شغل ريموتلي لبره. ممكن يبقى في نسبة كبيرة منهم مش هيشتغلوا، ولكن على الأقل مليون منهم هيعمل فرق كبير جدا في حياة المليون دول، في حياة ال90 مليون ال99 مليون التانيين، وفي حياة البلد كلها كدولة كاقتصاد ككل حاجة. بعد النقطة دي عايز أتكلم عن الدخل السلبي. الدخل السلبي أو يعني الباسيف انكم، لو أنت تعمل فلوس من غير ما تشتغل. أنا ابتديت في فيديو فات كنت اتكلمت عن الموضوع ده، إن أنا هعمل حاجة للديزاينرز إن هم يعرفوا يبتدوا يجيبوا باسيف انكم، يعرفوا يبتدوا يجيبوا دخل من غير ما يبقوا بيشتغلوا عدد ساعات كبيرة. مجرد بتعمل ديزاينز بتحط على تيشرتس، والتيشرتس دي بيتعمل لها ماركتينج كبراند. الكونسبت بتاعها واضح جدا، ان انت هتاخد 50% من الارباح، وللناس اللي بتشتري ان انت بتاخد حاجة الديزاينر عملها هو بنفسه وبيبيعها لك انت. مش شغل بقى انا عامل لك حاجة اوفر سايز او دي كولكشن بستايل، لا، انت بتدخل بتلاقي 100 فكرة 1000 فكرة مختلفين بتقلب ما بينهم وبتختار الحاجة اللي بتسمع معاك، اللي بتعجبك، اللي بتعبر عنك وتشتريها وتلبسها. أنا في اللقطة دي كنت بشوف دايما إن أنا عندي أزمة إن أنا أدخل وألاقي تيشرت لما بدخل حتى في أي محل أو كده وأقلب يكون مكتوب عليه حاجة بتعبر عني. دايما بتبقى يا إما حاجات بعيدة قوي عني كشخص أو حاجات جينيريك مش حاسس إن هي متخصصة لي، مش أنا اللي مختارها. وبيبقى الموضوع دايما محدود في كذا ديزاين أو كذا كونسبت، هم دول اللي معروضين. فالهدف من الماركت بليس ده والمكان ده انك ممكن تدخل تعمل سيرش على اي حاجه بتعبر عنك. الاهلي، مثلا اغاني راب معينه، فكره انت عايز تلبسها، حاجه ليها علاقه بمصر، حاجه ليها علاقه باخواتنا في فلسطين ويبقى في دعم ليهم مباشر من الديزاينز دي. الموضوع ممكن يكبر في قدام شويه، ولكن الفكره في الاول وفي الاخر ان عايز اعمل حاجه يكون فيها باسيف انكم للديزاينرز، عايز اعمل حاجه تفيدهم بنسبه كبيره بطريقه مباشره، وما يبقاش الموضوع عباره عن شغل دايما كده ضاغط عليه. ودي تبقى حاجه جنب شغلك، انت عملت كام ديزاين ولما يجي لك فكره بتحطها والناس بتشتري منها وتطلبها، واسمك انت كديزاينر عامه يكبر في السوق. تخيل ان الديزاينز بتاعتك تطبع ويبقى الناس لابساها وتبقى ماشي في الشارع وتشوف حد لابس تيشرت انت اللي عامل الديزاين اللي عليه. فالموضوع ده كله ان شاء الله ربنا يوفق الواحد ويكبر، ويعني نبدأه الاول ويكبر ويبتدي يبقى كويس، وبالدعم بتاعكم عامه الموضوع ده هيقوم. ولسه لحد دلوقتي على فكره مفتوح ان انت تدخل تابلاي معانا، مجرد ما تملى الفورم اللي تحت في الديسكريبشن هشوف الكريدنشلز بتاعتك، اسمك بس والايميل، وابعت لك ايميل بقول لك دي الطريقه اللي بتابلاي بيها والطريقه اللي تحط الديزاينز بتاعتك، ولو اتقبلت ان شاء الله هتبقى على الستور. غير النقطه دي قبل ما نختمها انا عايز اقول لك ان هو اسمه designerwear.store، وهتلاقي اللينك بتاعه تحت لو عايز تدخل تحط لي الايميل بتاعك عشان يجي لك اشعار مجرد ما الستور ده يبتدي يشتغل. فهتلاقي اللينك بتاعه التاني لينك في الديسكريبشن تحت. في الختام انا عايز اكلمك عن اللي تتوقعه من موضوع البودكاست اللي احنا عاملينه ده.
عايزك تتوقع ان يبقى في كوهوست تاني معايا، ممكن مش الحلقة دي ولا الحلقة اللي بعدها. عايزك تتوقع ان هيبقى في استوديو جديد ان شاء الله، وهنبقى بنصور فيه كونتنت كتير جدا، والبودكاست غالبا هيكون في الاستوديو ده. عايزك تتوقع ان انا على الاقل هتكلم معاك ساعة مثلا كل يوم جمعة كده، نقعد ندردش في الديزاين. ممكن تشغله وانت قاعد بتشتغل، ممكن تشغله وتقعد تتفرج على الكلام وعلى الحوار نفسه. عايزك تتوقع هيبقى معانا جيست ان شاء الله، وهيبقى في ناس سواء خبرة في المجال او في الشركات، فيعرفوك عن السوق وازاي تقدم والتفاصيل بتاعت الشغل كديزاينر في مجالات مختلفة بقى، ويب ديفلوبمنت، جزء الجرافيك ديزاين، ايا كان المجال او الاتجاه بتاع الديزاين اللي تشتغل فيه. ممكن حتى فاشن ديزاينر، الموضوع مفتوح لأي ديزاينر عامة. وعايزك تتوقع ان انت تكون مسموع، سواء بتكتب الكومنتس بتاعتك تحت، بترد على الفيديوز دي، ايا كان عدد الكومنتس كلها تبقى بتتقري، واي اسئله بتتحط تبقى بيتجاوب عليها في الحلقات اللي بعدها، سواء تتجاوب عليها في الحلقه اللي بعدها على طول، او يتعمل لها حلقه مخصوص بنجاوب عن الموضوع ده وجايبين اكسبرت يتكلم في الموضوع. وعايزك تتوقع ان انا هكون معاك خطوه بخطوه، بجاوب على اي سؤال في دماغك، سواء في الفيديوهات بتاعتي عامه على الشانل او في البودكاست دي، وببني معاك حاجة جديدة. أنا واحد اشتغلت سنين في المجال بتاعي، والحمد لله عملت شوية شغل كويس وعملت إنجازات كويسة، ولحد دلوقتي في بروجيكتس الحمد لله الواحد شغال عليها كويسة جدا. ولكن أنا عايزك أنت، سواء من المعلومات اللي تاخدها، سواء من أي فرص تقابلني إن أنا أنشرها معاك لناس تكون بتبدأ، أو حتى ناس على نفس الليفل بتاعي بس أنا ما عنديش وقت ليها، أو في مجالات مرتبطة بالمجال بتاعنا ديفلوبرز أو أي حاجة تانية، عايزك تتوقع إن كل ده هيكون مني ليك. مش هطلب منك فلوس، مش هطلب منك إنك تشترك في كورس معين في حاجة بفلوس. حتى لو عملت حاجة زي كده أو كورس زي كده هيكون بفلوس، لأن هو اتعمل فيه 50 أو 60 أو 100 أو 1000 ساعة شغل علشان في الآخر يطلع لك منتج كامل وتصرف عليك انفستمنت. إنما طول ما هي حاجة أنا بعملها في الاستوديو بتاعي وصورها ليك أنت، فعمري ما هطلب منك فلوس عليها، وعمري ما هبخل بمعلومة إن هي تكون موجودة فيها. عايز برضو ابتدي اشوفكم في الفترات الجايه، فلو في اي ايفنت ليه علاقه بالديزاين او ليه علاقه بالفريلانس حابيني اقابلكم فيه، ابعتوا لي وانا عن نفسي هبعت لهم. او لو انت في ستودنت اكتيفيتي او من الناس اللي بتنظم اي حاجه ليها علاقه بالمجالات دي، فممكن تبعت لي وانا اتشرف ان انا احضر واتكلم، سواء في المجال بتاعي، سواء في حاجه مرتبطه بيه، او سواء في ديسكشن عامه. وعمري ما هطلب فلوس في حاجه زي كده. الموضوع ده زي اليوتيوب بالظبط، بيبقى عباره عن ان انا بحاول انشر خبرات او ان انا افيد ناس تانية، وربنا يجعله في ميزان حسناتي. أهم حاجة تكون كويس، تكون مبسوط، تكون بتشتغل على نفسك، ما تتسرعش، ما تتعبش، ما تضغطش نفسك. وده مش كلام تشجيع، أنا بس بقول اللي أنا كنت عايز أسمعه، واللي أنا عامة بقول لنفسي حتى لحد دلوقتي. وأتمنى الفيديو ده يكون عجبك، تكون استفدت منه، وأشوفكم الأسبوع الجاي حلقة جديدة من البودكاست بتاعنا The Designer Cast. سوري الاسم لسه جديد فبتعود عليه شوية. أشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.